الليل كان ساكت بطريقة مريبة، والهوا واقف كأن الزمن نفسه مش عايز يتحرك. كنت لسه متعين من أسبوع في مستشفى حكومي في الهباسية. شغلي كان مساعد تشريح في المشرحة، المكان اللي دايما بيتقال عليه آخر سكن للبني آدم. أول ما دخلت المبنى حسيت بحاجة غلط، ريحة موت، مش مجرد جثث، لأ، دي ريحة حاجة أقدم من الموت نفسه. بس طبعا ساعتها كنت فاكرها مجرد توتر طبيعي من أول شغل في مكان زي ده. المدير دكتور سالم راجل خمسيني، سمعته مش قد كده، معروف عنه إنه غريب الأطوار. قال لي من أول يوم المشرحة هنا ليها قوانينها، اتبعها وما تسألش ليه. سكت وهزيت راسي رغم إني من جوايا مستغرب، إيه يعني قوانين؟ هو إحنا في معسكر ولا إيه؟ أول ليلة نبطشتي كانت يوم جمعة، والدنيا ضلمة بطريقة مش طبيعية. حتى لمبة النيون اللي فوق باب المشرحة كانت بترعش كأنها بتشهق. دخلت لقيت 3 جثث ملفوفين بأكياس سودة، وعلى جنب الترابيزة في ملف أصفر مكتوب عليه مجهولي الهوية، حادثة قطار. حاولت أشغل الراديو القديم اللي دايما بيشغل قرآن بصوت واطي، لكنه ما طلعش صوت، بس نور لمبة حمراء صغيرة بدأت تولع وتطفي كأنها بتنبهني لحاجة. قعدت وبصيت في الجثث. أول واحد كان راجل في أواخر ال40، وشه فيه تعبير خوف مش طبيعي، عينه مفتوحة ومتلجة كأنها بتبصله. لا، أنا مش بتهيألي، هو فعلا كان باصصلي. قربت أقفله عينه، لكن في اللحظة اللي صباعي لمس جفنه حسيت بحرارة في جسمه، رغم إنه المفروض ميت من أكتر من 12 ساعة. وقفت بسرعة والعرق بدأ ينزل من جبهتي. في اللحظة دي سمعت صوت خبطة جاية من التلاجات المعدنية اللي بنخزن فيها الجثث. خبطة واحدة، بعدها سكون، بعدين خبطة تانية أقوى، وبعدين صوت حرجة كأن في حد بيحاول يتكلم من جوه. قلت أكيد فار، بس الفار ما بيعملش صوت خربشة كأنها أظافر بتجرح معدن. روحت ناحيتها ولقيت درج التلاجة رقم 3 بيتحرك شوية لوحده. فتحت الدرج وأنا قلبي بيخبط في صدري كأن في طبال جواه. وكانت المفاجأة، الدرج فاضي. رجعت خطوة لورا، وساعتها سمعت صوت واحد بيتنفس ورا ظهري. مش صوت، لا، دي أنفاس سخنة بتعدي على رقبتي. بصيت ورايا بسرعة، مفيش حد. جريت على الباب، لقيته مقفول بالمفتاح، واللي جنني أكتر المفتاح مش في جيبي، أنا متأكد إني كنت حاطه فيه. رجعت لوسط المشرحة، لقيت ال3 جثث مش مكانهم، أقسم بالله كانوا على الترابيزة. دلوقتي الترابيزة فاضية. بدأت أدور زي المجنون، وبعدين لمحت حاجة واقفة في آخر الممر، مش جثة ولا بني آدم طبيعي، حاجة سودة طويلة ملامحها مش واضحة، بس عينيها حمرة كأنها فحمة مولعة. مشيت ناحيتي خطوة، كل ما كانت تقرب كنت بحس بألم في وداني، كأن في صفارة ترددها فوق الطبيعي بتخترق جمجمتي. صوت خرج منها، صوت مش بشري، صوت كأنه مليان صدى قبور. انت مش المفروض تكون هنا. وقفت على الأرض وفضلت أزحف لحد ما لقيت المفتاح مرمي جنب الترابيزة. أخدته وجريت على الباب. أول ما فتحته لقيت النور اشتغل وكل حاجة رجعت زي الأول. ال3 جثث مكانهم والدنيا ساكنة، والراديو شغال عليه صورة ياسين. كأن كل اللي حصل ده كان حلم، بس جسمي كان مليان علامات خربشة وسخونة في إيدي كأن حد كان ماسكني بقوة. تاني يوم حكيت للدكتور سالم، بصلي بنظرة جامدة وقال لي قلتلك من الأول في قوانين هنا، وأهمها إنك ما تفتحش تلاجة رقم 3. عدى اليوم اللي حصلت فيه الأحداث دي، لكن اللي جوايا ما عداش. حاولت أقنع نفسي إنه توتر أو تخيل، بس كل ما بص على آثار الخربشة في إيدي كل ما عقلي يقول لي ده كان حقيقي أكتر من أي حاجة حصلت في حياتك. رجعت تاني الشغل كأني ما حصلش حاجة، لكن نظرات دكتور سالم كانت بتقول إنه عارف إني شاف اللي ما يتشافش. وفي آخر اليوم سلمني ظرف بني جواه ورقة واحدة مكتوب عليها بخط قديم: لما تسمع الدق 3 مرات ما تردش ولا تفتح ولا حتى تتنفس. بالليل دخلت المشرحة وأنا حافظ كل التفاصيل: التلاجة رقم 3، لمبة النيون اللي بترعش، والراديو اللي بيشتغل بس لما المكان يبقى فيه مصيبة.
كنت واخد احتياطاتي، جايب بخور ومية مقراية عليها قرآن، وكل ده عشان أحس إني عامل حاجة. بس جوه قلبي كنت حاسس إني داخل نار برجلي. الهدوء كان قاتل، وساعة الحيطة وقفت على 3 و3 بالظبط. سمعت أول دقة، قلبت وشي ناحية الباب، مفيش حد. تاني دقة، بدأت أطلع نفس تقيل. تالت دقة، خبطت جامد كأن في حد بيخبط. ما تردش، ما تفتحش، ما تتنفسش. حبست نفسي وقعدت ورا الترابيزة وبصيت ناحية الباب من فتحة صغيرة بين الدولاب والحائط. الباب اتفتح لوحده. والله اتفتح. دخل منها راجل طويل، جسمه ملفوف بضمادات زي الموميا، لكن عينه واحدة بس هي اللي باينة، وكانت سودة تماما، مش باين فيها نور. بص حواليه وبدأ يتحرك ناحية التلاجة رقم 3. حط ايده عليها والحديد نفسه بدأ يعرق كأن التلاجة بتتنفس. الراجل قال بصوت خشن: رجعوهم، الأرض مش ليهم والسما رفضتهم. وبعدين اختفى زي دخان اتسحب لجوه التلاجة. أول ما اختفى سمعت ال3 صرخات جاية من جوه التلاجة، نفس أصوات الجثث اللي كانت على الترابيزة. تاني يوم كنت ناوي أمشي، خلاص كفاية كده، روحي مش مستحملة ونفسيتي بتتهد حتة حتة. بس أول ما وصلت الباب لقيت ضابط واقف بره المشرحة ماسك ملف فيه صور 3 جثث، هم اللي كانوا عندي. قال لي في بلاغ جالنا إن ال3 دول رجعوا ظهروا عند أهاليهم، مش أحياء بس رجعوا. واحد منهم مراته شافته واقف قدام البيت بيبص من الشباك ووشه كله متقطع. التاني بنته لقيته على السرير مكان أبوها. والتالت حد في صورته في الموبايل بتاع مراته وهو واقف قدام قبره. أنا ساعتها حسيت إن عقلي اتقفل، هو في إيه؟ دول ميتين ومتحطين هنا. الضابط بصلي وقال لي أنت آخر واحد مسك الجثث دول، عايزين نعرف عملت إيه فيهم. طبعا ما قدرتش أشرح له إن جثة اتحركت وإن في كائن بيظهر من التلاجة وإن صوت الجثث بيصرخ من جوه. كنت هتحجز بدلهم. رجعت المشرحة والنية إني أفتش في الملفات القديمة. لقيت ملف مرمي عليه تراب كتير، مكتوب عليه بخط اليد: القسم المحجوب، حالات غير قابلة للتصنيف. جواه كانت صور لجثث بتتشابه بنسبة 100% مع اللي عندي، بس التاريخ من 1993، يعني نفس الأشخاص ماتوا من أكتر من 30 سنة. إزاي؟ الجثث اللي جات لي مكتوب إنها من حادثة حصلت من يومين. في آخر الملف صورة الجثة رقمها 3 ومكتوب تحتها بخط أحمر: الناقل لو اتحرك الباقي بيتحرك. الدنيا ابتدت تمطر جامد والكهرباء كانت بتقطع وتيجي. المشرحة بقت أكنها قلب عاصفة. صوت الهوا في التكييف بقى أشبه بعياط طفل. كنت قاعد في نص القاعة وحافظ حواليا دايرة من الملح، طريقة كنت قريتها في مخطوط قديم من ورق مهتري لقيته جوه درج مكتب الدكتور سالم. الساعة قربت على 3:03 وأنا حاسس إن كل شيء بيتكرر، بس المرة دي كنت محضر نفسي، ماسك مصحف وجاهز أفتح التلاجة رقم 3 بإيديا وأشوف الحقيقة اللي جواها. أول ما فتحت الباب النور طفى وكل حاجة بقت ضلمة. فتحة التلاجة كانت زي باب مقبرة وطلعت منها ريحة تحجر القلب، ريحة عفن مش من الدنيا دي. طلعت من جوه التلاجة يد طويلة وصابعها فيها حاجات شبه المخالب. شدتني بس أنا كنت رابط نفسي في رجل الترابيزة بسلسلة حديد. فشلت تسحبني وبدأت تصرخ، صوتها كأن مية نار بتغلي جوه وداني. الدخان بدأ يخرج من التلاجة لكن أنا كنت مصمم ما اتحركش. رجعت اليد تاني وساعتها ظهرت حاجة مكتوبة جوه التلاجة بحروف من دم: لو شفتني مش هتعرف تنساني. قعدت أبص في التلاجة وفي ضوء بسيط جه من لمبة النيون وهي بترتعش شفت وشي، أيوة وشي أنا متخزن جوه التلاجة ومتغطي بجلد تاني. جريت كسرت السلسلة وطلعت بره المشرحة، بس قبل ما أقفل الباب سمعت الصوت اللي هيطاردني باقي حياتي، صوتي أنا بيهمس من جوه التلاجة: مكانك هنا مش هناك. من يوم ما شفت وشي جوه التلاجة وأنا ما نمتش، كل لما أقفل عيني أشوف نفس المشهد،
أنا متكفن، عيني مفتوحة، وببص على نفسي وأنا واقف متفرج، والمفروض أكون صاحي بس جسمي متخشب وصوتي مش طالع، وكأنه روحي انفصلت عن جسدي. وكل يوم في نفس التوقيت الساعة 3:03 أسمع الخبط، مش على باب المشرحة، لا، على باب شقتي. وكل يوم أروح أفتحه ألاقي مفيش حد، بس ريحة المشرحة داخلة معايا جوه البيت. مرة واحدة لقيت شنطة صغيرة سودة على الأرض، فتحتها ولقيت فيها نفس الظرف البني اللي دكتور سالم كان اداهولي قبل كده، لكن جواه ورقة جديدة مكتوب فيها اللي بدأ لازم يكمل، التلاجة رقم 0 اتفتحت. أنا معرفش يعني إيه رقم 0. المشرحة كلها فيها 7 تلاجات من 1 ل7، لكن أول ما رجعت المستشفى دخلت لقيت إن في تغيير في اللوحة المعدنية اللي على الحيطة، كانت دايما فيها ترتيب الأرقام وتفاصيل كل جثة، بس دلوقتي ظهر سطر جديد تحتهم بخط مش مفهوم كأنه محفور بالظفر، مكتوب 0 غير معروف، محجوز من 1963، لا يفتح إلا بأمر. وأنا معرفش بأمر مين بالظبط. دورت على الدكتور سالم ما لقيتوش، سألوا عنه قالوا لي إنه طلب إجازة فجأة وسافر، وساب لي ظرف مكتوب عليه اسمي. فتحته لقيته فاضي، بس مكتوب من جوه الجوانب بكلمات بالعكس. جبت مراية وبصيت فيها، واللي قريته خلاني جسمي يتجمد. لو قريت الكلام ده يبقى انت اتحكم عليك، المشرحة محتاجة بديل ودورك جه، تختار تكمل أو تختفي، بس فكر البديل مش بيرجع تاني بشكله الطبيعي. حسيت ساعتها إني مش لوحدي في الأوضة، بصيت في المراية لقيت انعكاس دكتور سالم ورايا رغم إنه مش واقف فعلا. لفيت بسرعة مفيش حد، لكن صورته فضلت ظاهرة في المراية، وشه متآكل وجنبه جثة رقم 0 ومكتوب بخط دمه على صدره كلمة واحدة: أنا قبلك. بدأت أحس إني بيتسحب جوه دوامة، كل حاجة حواليا بتتشوه، المشرحة شكلها بيتغير، الأرض بقت مشبعة دم، والحيطان بتتنفس، والله بتنقبض وتنبسط كأنها صدر حد بيشهق. ومرة واحدة التلاجات كلها فتحت لوحدها من غير ما حد يقرب منها، وخرج منها 7 جثث بس ماشيين برجليهم. لا، دول مش جثث عادية، دي أجسام فارغة ملامحها مش واضحة كأنها بتتشكل دلوقتي، وواحدة منهم كانت بتتحول لوشي، نفس وشي اللي شفته في التلاجة، لحد ما بقت شبهي تماما. وبصيت لي وقالت: انت اللي اخترت، مبروك، دورك جه تاخد مكاني. وانا كنت واقف متسمر مهرفش اتحرك، رجليا سابتني وبدأت احس ان في حاجة بتسحبني من ظهري، وبصيت لورا لقيت باب التلاجة رقم 0 مفتوح وبيطلع منه بخار اسود وريحة موت مختلفة، ريحة مش بشرية، ريحة عفن ارواح. وبصيت للكيان اللي بشكلي لقيته بيقرب، وكل ما يقرب كنت بحس بجزء من ذاكرتي بيتسحب، اسماء، مواقف، حاجات صغيرة بتطير من دماغي، لحد ما حسيت إني بقيت فاضي، مجرد جسم واقف قدام صورة قديمة منه. وفي اللحظة دي حسيت برجلي بتتسحب، ومع آخر نفس سمعت صوت مش غريب، صوت دكتور سالم بيهمس جوه وداني: كلنا كنا زيك، البداية دايما بتكون من التلاجة رقم 3، والنهاية دايما في رقم 0. لو عجبتكم القصة وعاوزيننا نكمل، اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مملكة الرعب.